ورجعت لكم بوصفة جديدة. هاد الوصفة هادي كتعتبر من بين أنجح الوصفات وأسرع الوصفات، يعني اللي كتبين لك واحد النتيجة اللي غزالة بزاف في إزالة التصبغات، إزالة الكلف. الناس اللي عندهم النمش في الوجه ديالهم أو البقع الداكنة اللي في الوجه ديالهم أو الكلف اللي كيكون ناتج عن الولادة، كذلك الخطوط الرقيقة أو العميقة اللي كتكون محفرة عندكم في الوجه ديالكم أو في الرقبة أو في الذقن أو في اليدين. هاد الوصفة هادي بديل الكريمات اللي كناخدو بواحد الثمن اللي كيكون غالي. هاد الوصفه هادي كتعطيكم نتيجه سريعه بزاف، يعني كتبان لكم النتيجه من الاسبوع الاول. الفرق اللي هو كبير 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 بزاف. كيوحد لكم اللون، كتزول لكم التصبغات، كذلك كتعطيكم نضاره للوجه، كتعطيكم حيويه. اللي شاف كيسولك على السر ديال نضاره الوجه ديالك وصفاء البشره ديالك، كذلك كتبيض لك اللون ديالك. عند الوصفه هذه باينه غير من المكونات ديالها. كنحتاجوا ليها التمر اللي كنزولوا ليه النواه ديالو، اللي كنحتفظوا بالنواه، لان كنعملوها في يعني كنعملوها في وصفات ديال الشعر. كترطب لينا الشعر وكتغدي لنا الزغبه وكتطول لينا الشعر. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كنحتاجوا التمر. تقريبا كناخذوا 5 الحبات ديال التمر اللي كنزولوا النواه ديالو، كنوضعوه في واحد الاناء. من بعد كنضيفوا عليه العنب المجفف. العنب المجفف غزال بزاف في ازاله الناس اللي عندهم الكلف في الوجه ديالهم او التصبغات او حروق الشمس، يعني الوجه ديالهم مطبع. هاد الوصفه البنات غزاله 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 بزاف. كيف ما شفتوا فيها التمر راه زوين بزاف مع العنب المجفف. كذلك كيقضي لينا على جفاف البشرة، وكيقضي كذلك على جميع الخطوط الرقيقة والعميقة اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا. كيف ما شفتوا كنضيفوا الماء على هاد المكونات هادو. هاد المواد يعني التمر مع الزبيب او العنب المجفف كيحفزوا لينا ماده الكولاجين اللي كتخلي لنا البشره ديالنا دائما في شباب. كيف ما شفتوا يعني كنطبخوا هاد المكونات بزوج فوق النار حتى كيغلاو مزيان، وكتغطيو عليهم باش ما كيفقدوش لنا المواد اللي فيهم. من بعد ما يعني كتخليهم حتى كيطيبوا مزيان، يعني كتقيسوهم كتلقاهم طابوا مزيان. كناخذ واحد الصفايه وكنصفيوهم مباشره، يعني وهما سخانين كناخذوهم وكنصفيوهم. كنحاولوا نضغطوا عليهم باش كيطلقوا لنا جميع المكونات. الا بغيتوا تطحنوهم ممكن كذلك تطحنوهم، بغيتوا تصفيوهم بهذه الطريقه هذه كتصفيهم كي قلت لكم. ويعني وحاولوا تبركوا على هذوك المكونات باش كيخرجوا المواد اللي فيهم، كذلك هذاك الماء اللي فيهم. بالنسبه للماء اللي وضعت في الوصفه ما عادي. من بعد كي شفتوا من بعد ما تصفى ليا جميع المكونات، هاد الكميه هادي راه كتعطيكم كميه كبيره، يعني التزموا غير بهذا القياس اللي انا عطيتكم. من بعد كنضيفوا عليها معلقه ديال النشا مبيض رائع، كذلك كيعمر لينا الخطوط المحفره اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا نتيجه يعني نتيجه تجاعيد او نتيجه ظهور الخطوط الرقيقه. كذلك كيعمر. كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان. حركوا هذيك النشا باش ما كتبقاش يعني محببه في وسط الوصفه. حركوها مزيان. راه كتبقى علقه يعني في الجناب، ما تخليوهاش في الجناب علقه باش يعني تندمج مع المكونات. من الاحسن يعني حركوا بواحد ملعقه خشبيه. صافي بهذه الطريقه البنات، يعني راه الفيديو الواضح، وصفه اللي واضحه. من بعد كنفرغوا هاد المكونات في واحد الاناء باش نديوهم فوق النار. وفي هذه المرحله يعني ما تفوتوش من حداها، بقاو كتحركوا باش ما كتلصقش لكم. راه دغيا كتلصق لكم، هادو دغيا كيلصقوا. هاد المكونات دغيا كيلصقوا في القاع ديال الاناء. يعني بهذه الطريقه هذه كنتحصلوا على واحد النتيجه او واحد الكريم. هاد الكريم هذا غزال بزاف اللي كان نعملوه يعني بمكونات اللي بساط بزاف، يعني غير مكلفه. كناخذوا واحد الاناء، هاد المكونات كنحتفظوا بهم في واحد يعني في واحد القنينه ديال الزاج اللي كتكون معقمه. دائما الوصفات كنحتفظوا بهم يعني في قنينه ديال الزاج اللي كتكون معقمه. كنفرغوا فيها جميع المكونات بهذه الطريقه هذه وهما باقيين سخان، يعني غير فرغوها وخليوها في هذيك اللي في القرعه اللي هي ديجا معقمه ومنشفه مزيان، يعني ما تكونش فيها ولا قطره ديال الماء باش ما كتفسدش لينا الوصفه وتبقى معنا مده طويله وما كيوقع لها حتى شي حاجه.
كيف ما شفتوا من بعد ما كنحتفظوا بها في هذيك القنينه تاع الزاج، كتخليوها حتى كتبرد شويه بهذه الطريقه هذه. يعني مكونات اللي ساهلين، طريقه سهله. كنظن شرحت لكم مزيان الطريقه ديال تحضير هذا الكريم هذا. هو كريم يعني اللي كيمكن لكم تحضروه في المنزل ديالكم وكيعطيكم نتيجه غزاله. بالنسبه للاضافات اللي كنضيفوا على هذا الكريم هذا اللي حضرنا، كنضيفوا عليه زيت بذور العنب. زيت بذور العنب راه غزال بزاف، كيخلصنا من التجاعيد، كيخلصنا من بداية ظهور يعني الخطوط الرقيقة أو بداية ظهور الخطوط. يعني الناس اللي كيكونوا يعني متقدمين في السن، هاد بذور العنب غزالين بزاف، أو هاد زيت بذور العنب راه غزالة بزاف. كتخلصنا من التجاعيد، كتخلصنا من يعني من التصبغات اللي عندنا في البشرة ديالنا. الناس اللي ما عندهمش هاد بذور العنب او زيت بذور العنب، يمكن لهم يعوضوها بزيت اللوز الحلو. كذلك زيت اللوز الحلو غزال بزاف، كيصفي لينا البشره، كيخلصنا من الخطوط الرقيقه او الخطوط العميقه اللي عندنا في البشره ديالنا اللي كتكون محفره. كذلك يمكن لينا نعملوها حتى اليدين ديالنا. هذا الكريم اللي وجدنا يمكن لينا نعملوه اليدين او الرقبه، كذلك حتى الوجه. يعني ما عندكم مناش تخافوا من الوصفه. بهذه الطريقه هذه قبل ما تديروا هذا الكريم هذا، كديروا على بشره اللي كتكون نقيه. يعني عاد تطبقوا عليها يعني هاد الكريم هذا. بالنسبه لطريقه الاستخدام، حتى كنظفوا، ضروري تنظفوا البشره ديالكم. يعني ضروري تنظفوها وتعملوا اي قماج معتمد عندكم باش كتخلصوا من الجلد الميت او الخلايا الميته. عاد يمكن لكم يعني تطبقوا الوصفه يمكن لكم تطبقوها على البشره ديالكم او اليدين او الرقبه، وكتخليوها مده 30 دقيقه، يعني مده نصف ساعه، باش البشره تشرب لكم جميع المكونات اللي في هذا الماسك هذا، وتغدي يعني المكونات هادو كتغدي لكم البشره. وإلا داومتوا على هذا الكريم هذا او هذا الماسك هذا، الا داومتوا عليه مده اسبوع، غادي تخلصوا من التجاعيد او الخطوط الرقيقه او العميقه اللي كتكون في البشره او في الوجه او في الرقبه او في اليدين. كذلك كتخلصوا حتى من الكلف اللي كيكون ناتج عن اشعه الشمس او عن الولاده، او يعني كيكون عندكم الناس اللي كيكون عندهم كذلك حتى التصبغات في البشره ديالهم، يمكن لهم يعملوا هاد الكريمه هذه. كي قلت لكم الا داومتوا عليها مده اسبوع، يعني فقط 7 ايام يوميا تعملوها، يعني من الليل تعملوها باش ما كتعرضوش لاشعه الشمس. كتخلصكم من التجاعيد وكتخلصكم كذلك من الكلف، كتعطيكم نضاره للبشره. من بعد ما كتزولوا هذه الوصفه هذه، يعني من بعد ما كتدوز نصف ساعه، كترطبوا البشره ديالكم بزيت بذور العنب، لانه كيحارب لكم الشيخوخه